مالك صديقي مالك؟ انا عندي مشكل عاوز في هذه الفرضيه، الى حد الان ما عرفش نهائيا ما هي الطريقه الصحيحه باش ندير صياغه الفرضيه. دائما الاستاذ كيعطيني اما 0.25 ولا صفر في الفرضيه، مع العلم انني كندير تقريبا جميع العناصر. مع ذلك الى حد الان انت كتشوف مازال ما قادرش انني نحط الفرضيه بطريقتي الصحيحه. والى صاحبي اذا احنا باقي لنا 8 الاسابيع الامتحان الوطني وانت مازال كدير خطا في الفرضيه. هذا خطا، هذا الفرضيه راه امر متجاوز منذ زمان. انت كتشوف صديقي باقي 8 الاسابيع ومازال عندي مشكل في الفرضيه، سواء النصوص النظريه ولا النصوص التطبيقيه. على اي نص كتشتغل دابا؟ شنو هو عنوان ديال النص؟ ما هو عنوان النص المشتغل عليه؟ انا خدام حاليا على النص ديال سمات النص المسرحي ديال الكاتب فرحان بلبول. واخا ممكن تقرا الفرضيه نشوف، ربما اساعدك قليلا في الفرضيه. اقرا نشوف الفرضيه. واخا انا نقرا عليك نموذج اللي خدمت منذ قليل، ربما اذا كان بامكانك ان تساعدنا رجاء. نحن في امس الحاجه لهذه الفرضيه لان فيها 0.5 ونحن نبحث عن يعني جميع الامكانيات اللي باش نحصلوا على النقاط. انا كتبت انطلاقا من بدايه النص وعنوانه وشكله الخارجي افترض ان النص ربما سيتحدث عن سمات النص المسرحي. هكا كنحط الفرضيه، ودائما الاستاذ يا اما كيعطيني 0.25 ولا صفر. فعلا هذه الفرضيه اعتقد بانها غير سليمه كما كيقول لنا الاستاذ. علاش؟ لانك اشرت الى قلت انطلاقا من بدايه النص، انطلاقا من العنوان، يعني ما صرحتيش بالعنوان نهائيا. قلت انطلاقا من بدايه النص، ما بينتيش العناصر اللي كاينه في بدايه النص. ثم قلت انطلاقا من شكل النص الخارجي. شكل النص الخارجي راه يبدو امرا مضحكا. واش شو قصتي؟ واش شكل مربع، شكل معين، شكل مستطيل، شكل نص مبني على نظام الفقرات وغيرها من العناصر باش يكون داكشي ديالك يعني فرضيه سليمه. لان الفرضيه في التصحيح حسب ما قاله الاستاذ انه المصحح في الفرضيه لا يصحح الفرضيه بحد ذاتها، انما يصحح البناء. يعني خص يكون البناء ديالنا سليم الفرضيه. اذا فاش كنقولوا الاستاذ انطلاقا من عنوان النص وبدايته ونهايته، نعطي الاستاذ احساس بانه اشتغلنا بسرعه وما خدمناش على الفرضيه. وانما عندما نحلل كل مؤشر على حده كيكون عندنا العمل سليم. هذا ما قاله الاستاذ منذ السنه الماضيه، وهذا ما لاحظته كذلك عند اساتذه اخرين. تقريبا الاساتذه فاش كنقراو في الاقسام الاخرى كنلاحظوا بان الاستاذ دائما كيزير في قضيه الفرضيه. كاين اساتذه ما يعني يشيرون الى انه يسمح بوضع انطلاقا من بدايه النص ونهايته نفترض، ولكن كاين اساتذه اخرين كيقول لك اودي لا بد انك دير الانطلاق من المؤشرات التي اخترتها قبل ان تقول ان تشير الى الفرضيه. انا فهمت الان. يعني قصدي بانه كل مؤشر يعني خدمت عليه في الفرضيه لابد من تحليله، ولا على الاقل يعني الاشاره الى بعض المعطيات حول هذا المؤشر، سواء كان مؤشرات خارجيه او عتبات نصيه داخليه وغيرها. يعني خصنا نخدموها بالتفصيل ياك مزيان. اذا رجاء الى كانت امكانيه اعطيني واحد النموذج يعني باش نفيني مع هذه القضيه ديال الفرضيه. اعطيني شي نموذج جزاك الله خيرا. نموذج ربما يفيدك. انا نموذج باش نخدم الان. انا نحاول نخدم كذلك على النص ديال سمات النص المسرحي. درت انا انطلاقا من عنوان النص المشكل من 3 كلمات سمات النص المسرحي، وانطلاقا من بداية النص التي وردت فيها مفاهيم منها سمات النص المسرحي وخصائص المسرح، وانطلاقا من شكله الخارجي المبني على نظام الفقرات، أفترض أن النص ربما سيكون مقالة ستتحدث عن خصائص الفن المسرحي. فإلى أي حد تصح الفرضية؟ ثم طرحت الأسئلة. هكذا اشتغلت على الفرضية، وهكذا كنت أشتغل على الفرضية منذ السنة الأولى بكالوريا، وكانت دائما فرضية صحيحة. كنخدم بهذه الطريقة في النص النظري. إن كان النص نصا تطبيقيا شعريا كنخدم على البيت الأول، على يعني مطلع القصيدة، وكنخدم على البيت الأخير، وكنخدم على الشكل الخارجي والعنوان إن حضر. إذا كانت القصة كناخذ كذلك العنوان ديال القصة ثم الشكل ثم بداية القصة. يعني دائما افصل جميع المؤشرات عاد كنحط الفرضيه. يعني ما كنديرش انطلاقا من بدايه النص ونهايته نفترض. انا احتاج كل النقط. يعني 0.5 ما نفرطش فيها بهذه السهوله. هكذا اضع الفرضيه شخصيا. فهمت، شكرا جزيلا. فهمتي. يعني كل مؤشر خديناه في الفرضيه خصنا نعطيوه حقه في التحليل، بمعنى لابد من تفكيكه على الاقل. العنوان الا خدينا العنوان خصنا نعطيوه على الاقل ولو تصريح بعنوان النص. الشكل نديروا اشاره الى الشكل الخارجي ديال الشكل الخارجي، كيف هو الشكل بني الشكل. مزيان، الان فهمت، شكرا جزيلا. وبعد النموذج اللي عطيتيني الان انا كونت صوره واضحه حول الفرضيه، وعرفت الخطا اللي كندير بزاف في الامتحانات، لهذا لا احصل على معدل في الفرضيه.
ان شاء الله تعالى جرب هذا النموذج في الفرض المقبل ان شاء الله تعالى، سترى بان الفرضيه ستكون سليمه ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا على هذه المعلومات، وان شاء الله تعالى تفيدنا اكثر في قادم الحصص، لاننا نحتاج الى تبسيط هذه الامور الخاصه بالمنهجيه. شكرا جزيلا، مرحبا بكل فرح، بالتوفيق لك ان شاء الله تعالى.